سادت أجواء مرحة وإيجابية داخل معسكر المنتخب المغربي خلال آخر حصة تدريبية، وذلك استعدادا لمباراة الافتتاح في مشهد يعكس الروح الجماعية العالية والتركيز الكبير داخل المجموعة. وشهدت الحصة التدريبية تفاعلا لافتا بين اللاعبين، حيث طغت الابتسامات والضحكات على أجواء التدريبات، دون أن يؤثر ذلك على الجدية والانضباط التكتيكي، إذ حرص الطاقم التقني على تنفيذ البرنامج الإعدادي بشكل دقيق، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية. هذا الانسجام الواضح بين اللاعبين يعكس حالة الثقة المتبادلة داخل المنتخب، ويؤكد جاهزية العناصر الوطنية نفسيا وذهنيا لخوض غمار المنافسة، خاصة في مباراة الافتتاح التي تعد محطة مفصلية في مسار البطولة. كما حرص المدرب على خلق توازن بين العمل الجاد وكسر الضغط النفسي، إدراكا لأهمية العامل الذهني في مثل هذه المواعيد الكبرى، وهو ما بدا جليا من خلال تفاعل اللاعبين وحماسهم خلال مختلف فقرات الحصة. وتعلق الجماهير المغربية آمالا كبيرة على هذا الجيل من اللاعبين في ظل الأجواء الإيجابية التي تسبق المباراة الأولى، وسط تطلعات لانطلاقة قوية تعكس طموحات المنتخب في البطولة. Dynamique, c'est bien Gréné. Bien joué. Bien, bravo. Je vais faire plus, hein. Bien joué, Ashraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Dale. ¿Cuánto? Medio. Bravísimo. Bravo. Dale. Tengo. Bravo. سلام. Donc tout le monde nous attend aussi au tournant. On va essayer de faire tout ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir remporter le match avec la manière aussi. Et on compte aussi sur les fans pour pouvoir nous soutenir et être le meilleur possible sur le terrain. Elias, un message pour les fans. Venez nombreux, soutenez-nous.